هنتكلم النهاردة عن أشهر 5 معارك عثمانية غيرت من مجرى التاريخ. درسنا وقرأنا عن الدولة العثمانية التي حكمت نصف العالم تقريبا. امتازت الدولة العثمانية بالكثير من الإنجازات العسكرية التي خدمت الإسلام. بغض النظر عن محاسنها ومساوئها، فلتلك الدولة الفضل الكبير في فتح القسطنطينية وإنهاء الدولة البيزنطية، وأيضا لها الفضل بوجود دول إسلامية في أوروبا مثل ألبانيا وكوزوفو والبوسنة، وأيضا الجاليات الإسلامية الكبيرة في مقدونيا وبلغاريا وجزيرة القرم. من فضلكم كل اللي يشوف الفيديو يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس عشان توصله كل الفيديوهات. أولا، معركة كوزوفو عام 1389 ميلاديا. تعتبر معركة كوزوفو التي دارت بين الجيش العثماني بقيادة السلطان مراد الأول ضد الجيوش الصربية والبوسنية بقيادة الأمير لازار من المعارك الفاصلة في تاريخ أوروبا، حيث فتحت للعثمانيين باب التوغل إلى قلب بلاد البلقان في وسط أوروبا، ليتم السيطرة على الممالك الصليبية في صربيا وألبانيا والبوسنة والمجر، حتى وصلوا إلى حصار مدينة فيينا عاصمة النمسا، حيث أن بلادهم بقيت تحت الحكم العثماني لمدة 5 قرون، كما هو حال بلاد البلقان التي سقطت تحت الحكم العثماني نتيجة الانتصار الكبير في معركة كوزوفو. والجدير بالذكر أن بعد المعركة طلب أحد نبلاء السرب ويسمى ميلوش أوبريك الالتقاء بالسلطان مراد لإشهار إسلامه، وعند مقابلة السلطان قام بطعنه بخنجر ومات السلطان على الفور، ودفن في كوزوفو التي تعتبر اليوم دولة أوروبية مسلمة استقلت رسميا عن صربيا. ثانيا، فتح القسطنطينية عام 1453 ميلاديا. تعتبر من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي والمسيحي، حيث تم فتح القسطنطينية، أحد أكبر الإمبراطوريات التي حاربت الإسلام منذ بدايته، ألا وهي الدولة البيزنطية، التي كانت تتخذ من القسطنطينية عاصمة دينية وسياسية. وكان فتح القسطنطينية بقيادة السلطان محمد الفاتح كان بمثابة سد الباب أمام الجيوش الأوروبية نحو المشرق الإسلامي، وجعل العثمانيين من القسطنطينية عاصمة لهم اسمها اسطنبول. وسقوط القسطنطينية يعتبر من المآسي التاريخية للمسيحيين، خاصة الطائفة الأرثوذكسية. والجدير بالذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بشر بهذا الفتح في إحدى الأحاديث النبوية الشريفة. ثالثا، معركة جلدران عام 1514 ميلاديا. تعتبر أشهر وأضخم معركة بين الأتراك والفرس، حيث استطاع الجيش العثماني بقيادة السلطان سليم الأول من هزيمة الجيش الصفوي بقيادة إسماعيل الأول مؤسس الدولة الصفوية الشيعية، والذي حول إيران من المذهب السني إلى المذهب الشيعي بالقوة. أوقفت تلك المعركة التوسع الفارسي نحو الأناضول والشام، وجعلت النزاع الفارسي العثماني يقتصر على بغداد فقط. ولولا انتصار العثمانيين بتلك المعركة لوصل التمدد الشيعي في قلب الأناضول والشام. رابعا، معركة مرج ضابق عام 1516 ميلاديا. في هذه المعركة الشهيرة انتصر العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول على المماليك، ونتيجة ذلك دخل العثمانيون الشام وفلسطين، وفتح لهم ذلك الانتصار الباب نحو مصر، ودخلوها بعد ذلك بعدة أشهر بعد ما هزموا المماليك بمعركة الريدانية،
انتهت دولة المماليك، وأصبحت الشام وفلسطين ومصر خاضعة تحت النفوذ العثماني لمدة 4 قرون. خامسًا، معركة فيينا عام 1683 ميلاديًا، تعتبر معركة فيينا من أهم وأضخم المعارك الفاصلة في قارة أوروبا، حيث استطاع الحلف الأوروبي المكون من بولندا والمجر والإمبراطورية الرومانية المقدسة بقيادة الملك الهولندي يوحنا الثالث من هزيمة الجيش العثماني بقيادة الصدر الأعظم قرة مصطفى باشا، الذي كان يحاصر مدينة فيينا لعدة أسابيع قبل بدء المعركة. وخرج العثمانيين من تلك المعركة بخسائر بشرية ومادية ضخمة. توقف التوسع العثماني في أوروبا بعد هذه الهزيمة، واستطاع الأوروبيون بعدها من هزيمة العثمانيون وطردهم من مدينة بودابست عاصمة المجر، بعد أن ضمها العثمانيين في عهد سليمان القانوني، وبقيت تحت حكمهم قرن ونصف. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة، واستنوا الفيديو الجاي معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.